هسه أنا هذا اللحم والحمص راح نسوي قيمة. هذا الحمص الثاني نسوي شوية مع نخليه، وهذا جدر طبعا للتمة. هذا القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحمص منقع قبل هيجي، واللحم حمسته ويا البصل وحطيت عليه شوية بهارات وهالسوالف. ملح حطيتي لو بعد، بس ملح لسه ما خاليه، يعني الملح اذا خليتوه يبطئ عملية الطبخ. زين، فخليه يتأخر يلا يستوي، فما نخلي ملح هسه. بس طبعا راح نخلي عليه مي بعد، نخليه على النار نص النار مرة معليها لحد ما يفور، وبعدين نصيها على مود يستوي على نار هذا، يصير يعني مثل حلقوم يخبر. هسه شنو هذا الحمص واللحم. هذا كله مثل القيمة. وهنا هذا جدر التمن راح اطبخ بيه. هذا جدر دا يصير طبعا على نار هادئة، خليه لحد ما ينهرس الحمص واللحم، يعني حتى ما تتأخرون انه انتو تغرسونه، بسرعة ينهرس لكم ما يتعبكم يعني. شي كلش حلو. هسه طبعا هنا ايش راح نسوي احنا؟ راح نصفيها. شوفوا راح نصفيها شوي، يبقى بس هذا راح نصفيه هنا على مود نهرسه. هذا المي نخليه برا، لازم ينهر، هو انهرس يعني بس ياخذ هرسه خفيفه. بعدين تبي ملاقي معلش وش. وهذا المي طبعا هذا ما ندبه، نحتاجه بالاخير نخليه بعد ما نهرس ونخلص. هذا ضروري ما يندب، مهم جدا جدا جدا. كل النكهة اصلا بهالمي، كل النكهة بهذا المي. راح نبتدي نهرس. شوفوا شلون بسرعة نهرس بسرعة، ما ياخذ وقت لان هو اصلا دايب بالشغل اللي على النار. هسه طبعا مثل ما تشوفون هرسناها يعني هرس يخبل. هسه راح نضيف المي مالتها اللي هو هذا، نضيفها عليها مي الحمص ومي اللحم. طبعا احنا اخر شي خلينا شوية ملح يعني قبل لا نهرسه. راح نضيف المي.
هذا المي كل النكهة بيه كلها راح نخلطه هسه ونخليه. بعدين طبعا نضيف عليه المواد الباقية اللي هو المعجون، البهارات، كل شي. شوف شلون صار يخبل. طبعا هاي هنا شنو، هاي انه بصرة طلعنا اللي بيها اللي يسوي المرورة داخلها البزر، وراح نطحنها. فهي شنو هاي اللون بصرة. هسه هنا هاي شنو هاي كبابة وجوزة الطيب شوية، راح نطحنها ونخليها. وهذا الدارسين طبعا لازم تكسرونه هيك على مود شنو عندكم الطحانة ما تعطل، تمام، يعني يصير سهل الطحن ايضا. هم راح اطحنه. هسه هذول المواد اللي طحنتهن اللي هو هسه هذا شنو الهيل، النوم بصرة، هذا الدارسين، هاي الكبابة والجوز الطيب، وهنا هذا الكمون، فلفل اسود، تمام. هنا هاي بهارات القيمة نوعين، وهذا دارسين تكملة مال دارسين، تمام. بس وهنا هاي طبعا معجون بعد قواطي ثانية، كومة، معجون، ملح، هذا اللي نحتاجهن على مود القيمة. وهاي هنا بعد ما ضفنا المعجون، طبعا المعجون حمسناه بالزيت على جهة طبعا، وخلينا عليه التوابل بالكامل اللي هي شوفتكم اياها سابقا كلها. طبعا تحبون تزيدون بالتوابل تقللون حسب الرغبة، تمام، بس لازم تبين ريحة التوابل بالقيمة على ما تعطيها طعمها. وبعدين ضفناها على القيمة وظلينا نخلط بيها لحد ما ثخنت بس. تشوفوا هنا شلون تطلع هاي الفقاعات، هاي معناتها ان هي وصلت لمرحلة النضج الكامل، تمام، يعني هي هيجي كلش كافي. بعدها طبعا راح نعزز نكهة التوابل ونضيف عليها شوية نوم بصرة وشوية من بهارات القيمة، تمام، على مود نعزز النكهة تكون النكهة واضحة او باينة، تمام، مثل ما تشوفون. هسه خلينا نوم بصرة وشوية بهارات قيمة وشوية من الدارسين، تمام. الدارسين كلش ضروري بالقيمة يعطيها طعم يجنن. واخر شي راح اخلي او ماما تخلي شي على وجه القيمة ونتركها تتهدر بيه، طبعا يقلب طعمها من طعم الى اخر. هسه راح تشوفونها طبعا شنو. هسه هنا طبعا راح نصب هذا المعون طار، هسه راح نصب. هنا تمن، سوينا تمن حباية وحباية، حباية صفراء وحباية بيضة، يخبل مفلفل فلفل سوى تمام بطريقة البزل جنن. هسه هذا التمن خلصناه، وهنا هاي الماركة تخبل، ماركة القيمة طبعا خلينا على وجهها هيل وشوية زيت وتركناها
يعني تتهدر وحدها هيج وتاخذ ريحة الهيل كله. خبل صارت هنا هاي معين توزيع، وغير الجدورة طبعا راح تجي. بسم الله، اللهم صل على محمد. هسه راح نخبطها كلها على مود الهيل شنو ينزل بالمرقة كلها. وهي هاي الشغلة اللي قلت لكم راح نخليها على وجه القيمة، اللي هي شوية زيت وعليها هيل، وتتركوها تتهدر يعني بدون ما تكون النار مشتغلة، على الحرارة فقط، يعطيها طعم كلش طيب. هسه هنا راح نصب التمن. هاي الطريقة. وهسه راح نحط القيمة. شوفوا القيمة شلون، هاي تمن نحط فوقها قيمة. هسه هنا صبينا الدور الأول مثل ما تشوفون، بعد نوزع هذا ونرجع نكمل نصب مرة ثانية إلى أن يخلص الجدر كله. وألف عافية للي راح ياكل.